كيكة الكراميل التركية بالكريمة، أو زي ما بيسموها الترايليتشي، يعني التلات ألبان. من أحلى الكيكات اللي ممكن تدوقوها. تعالوا نعمل مع بعض الكيكة. في الأول معايا 4 بيضات، كوباية سكر، فانيليا، باكو بيكنج باودر، و2 كوباية دقيق، نص كوباية لبن. هنحط المقادير ونقلب حلو قوي. طبعا الكيكة لازم تتخدم حلو قوي علشان تديني عجينة وكيكة حلوة. حطيت ربع أو نص كوباية زيت، وطبعا بكون مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 170. شايفين سمك العجينة؟ وقلبتها حلو قوي. بجيب بايركس حلو مستطيل عشان المنظر الكيكة بتاعتي. بدهنها حلو زبدة وزيت، وبحط فيها العجينة وبدخلها الفرن زي ما قلت من 25 ل 30 دقيقة. وبختبر العجينة بعصاية أشوف لازم تطلع العصاية ناشفة. تعالوا نعمل الكراميل مع بعض. معايا كوباية ونص سكر عادي، بحطه على نار هادية وما بقلبوش لغاية ما اللون يبتدي ياخد كده. ابتدي أقلب بشويش لغاية ما السكر يدوب خالص. بكون مجهزة على جنب معلقة زبدة كبيرة أو قطعة زبدة حلوة، بحطها وما أقلقش لما ألاقي السكر بيتبلور كده شوية، كله بيسيح برضو. ببتدي أقلب. ومعايا على جنب كوباية كريمة، لو ما عنديش بحط كوباية لبن فيها نص معلقة دقيق مقلباها. حطيت الكريمة وقلبت كويس. خلاص الكراميل بتاعي بيدوب، وبرضو ما بقلقش لما يعمل أي كلاكيع. كده الكراميل جاهز، بحطه على جنب. وبعمل الكريم شانتيه بتاعي أو بجيبه جاهز. أنا شخصيا عاملاه، جبت 2 باكو كريم شانتيه عليه كوباية ونص لبن متلج ودخلته التلاجة. دلوقتي بنعمل اللبن والكريمة اللي بسقي بيهم الكيكة. دي أهم خطوة. كوباية ونص لبن عليهم كوباية كريمة، بقلبهم كويس. وبخرم الكيكة بتاعتي بعصاية خشب خروم كتيرة، وبسقيها بخليط اللبن بالكريمة. بسقيها حلو قوي، بدخلها التلاجة لمدة 3 ساعات. كل ما تقعد في التلاجة وتشرب اللبن بيديني نتيجة أحسن. دخلتها التلاجة وبطلعها، بدهنها راقة كريم شانتيه. بعد كده أنا لسه دلوقتي بيشرب اللبن أهو. هدخلها التلاجة 3 ساعات، بطلعها، بحط عليها طبقة كريم شانتيه وبدخلها تاني التلاجة ساعة. لما الكريم شانتيه يمسك فيها كويس بطلع، وبحط الكراميل بتاعي بوزعه بشويش قوي علشان ما يتلخبطش بالكريم شانتيه اللي تحتيه. هوزعه بشويش قوي كده بحاجة رفيعة، بخشبة أو سكينة رفيعة قوي. بصوا يا جماعة، وببتدي بكون شايلة شوية كريم شانتيه في الكيس، بحطه على شكل خطوط على الكراميل رفيعة، وبمشي بالعصاية خلف خلاف بالطول، وارجع تاني اخدها بالعكس. في كل مرة بمسح العصاية من الطرف وارجع امشي بيها العكس. شايفين المنظر الجميل اللي عملته؟ بجد احلى كيكة ممكن تدوقوها. انا اكلتها في تركيا واتهبلت عليها. كل اللي بياكلها عندي بيتجنن عليها. لازم تجربوها وتقولي لي رأيك في الكومنتس.